النهارده بقى هعمل لكم موتزاريلا وبيتزا، حاجات كده بتمط كده في بعضيها جميله جدا وهتعجبكم قوي. انا بقى طريقتي في البيتزا ما يعلى عليها، لان بتطلع معايا ناجحه وبعملها بقالي كام سنه وبتبقى تحفه. وعملتها على القناه وطلعت زي العسل. اول حاجه هجيب المقدار، هعمل لكم مقدار كوبايتين، ولو عايزين كيلو هنزله لكم في صندوق الوصف. هجيب معلقه خميره، معلقه سكر، وهحط كوبايتين دقيق، وهنزل عليهم برشة ملح وهقلبهم كويس جدا مع بعض. وهكون طبعا مدفية مية، عشان طبعا الخميرة تختمر معايا بسرعة، لازم كوباية المية تكون مختمرة. هحط بقى معلقتين زيت، لان ده اللي بيدي للعجينة طراوة وهشاشة كده، بيخليها جميلة. هحط كوباية الا ربع من المية، بس هحطها بالتدريج عشان اعجن العجينة واشوفها عايزة مية قد ايه. هي خدت معايا كوباية الا ربع. اول ما اتعجنت بص بتمط ازاي، جميلة جدا. هتعجنيها لمدة كده دقيقتين تلاتة في ايدك، هتطلع معاكي بالطريقة دي. هتسيبيها تختمر كده في مكان دافي، وبعد كده تحضري بقى الصينيه مقاس 30، عشان المكونات دي بتحتاج صينيه مقاس 30 بالظبط، بتطلع على مقاسها. وهخرمها بالشوكه عشان ما تعلاش معايا في الفرن وتعمل زي العيش الفينو. هبدا بقى احط التوبنج بتاعها، اللي هو الصلصه بتاعت البيتزا، ومكوناتها انا هسيبها لكم في صندوق الوصف. مكوناتها جميله جدا وطعمها حلو قوي. انا بقى اي حشو عندك في التلاجة هتبداي تحطيها عليها، ما عندكيش اي حاجه ممكن جبنه موتزاريلا وزيتون نخلي وفلفل الوان او فلفل اخضر، وخلاص على كده اهوت. وهتطلع برضو تحفه. انا كان عندي واحدتين صدق وجبنه فيتا وشريحه طماطم، وقطعتها وعملتها وطلعت معايا تحفه. هبدأ بقى ايه، هسخن الفرن وانا بحضر التوبنج كده عليها، وهدخلها الفرن لمدة يعني دقيقتين كده تلاتة، تتشمع بس معايا واحس العجينة بدأت تمسك في بعضيها. هبدأ بقى احط الموتزاريلا اخر حاجة عشان تديني المطة اللي انا عايزاها. لما بحط الموتزاريلا في الاول ما بتدينيش المطة خالص. هي بقى كده قعدت معايا في الفرن ما كملتش برضو 3 دقايق. وكانت طالعة تحفة وجميلة وطرية جدا. هتسيبيها تهدى بس لمدة دقيقة كده، وتطلعيها بقى تاكليها، هتلاقي الموتزاريلا بتمط معاكي وجميلة. بصوا تحفة تحفة تحفة. عايزاكم تجربوها بالطريقة دي وتقولوا لي رأيكم فيها ايه في التعليقات، لانها بجد من الوصفات الهايلة. وبأي حشوة عندك في التلاجة ممكن تعمليها بألف هنا وشفا. عايزة لايك وشير كتير قوي للفيديو، وتوصلوا للناس كلها عشان تعملوا بنفس الطريقة، وعلى ضمانتي هتعجبكم جدا. يلا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.